إذا أهلا بك مروان، مساء الخير. مساء الخير زميلتي، مساء الخير مشاهدينا الكرام. إن شاء الله راح تستفادوا معنا في أخبار نهار اليوم من فقرة أخبار أب. إن شاء الله مروان، أنت يعني راح نتعودوا معك أنك تجيب لنا كل ما هو جديد، آخر الأخبار والمستجدات في عالم اقتصاد المعرفة بصورة عامة، وخصيصا المؤسسات الناشئة، المؤسسات المصغرة، حتى النشاطات الطلابية وما يخص عالم التكوين المهني. وش جبت لنا اليوم مروان؟ اليوم جبت لكم 3 أخبار جديدة راح تقيس مختلف القطاعات، ونبدأ الآن مع الخبر الأول اللي هو يتعلق بوزارة المواد الصيدلانية أرضية رقمية لتنظيم السوق السوداء. ولتفاصيل أكثر نتابعوها بعد الفاصل. في إطار رقمنة قطاع صناعة الأدوية وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بها، قامت وزارة الصناعات الصيدلانية بإطلاق منصة رقمية جديدة تحمل عنوان تبادل، والتي يتم التسجيل فيها عبر الرابط المتوفر على مستوى الصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية للوزارة، قسم الخدمات الإلكترونية اللي هو www.meph.gov.dz. وتسمح منصة تبادل المختصة في إرسال النسخ الرسمية لطلبات الحصول أو تجديد اعتمادات المؤسسات الصيدلانية للاستيراد، استغلال وإيداع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بمتابعة الملفات المودعة على مستوى مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط. نعم، جميل جدا، يعني حاجات جديدة رانا نعرفوا فيها معك من خلالك. نعم، إذا هي أرضية رقمية جديدة راح تقيس مختلف الشرائح، وخاصة في ميدان الصيدلة والمستلزمات الطبية، وين حيستفادوا منها أكثر في تنظيم أمورهم ومشاريعهم. يعني خاصة وإحنا رانا اليوم مروان في زمن التكنولوجيا، زمن الرقمنة والديجيتال، يعني لازم نلتحقوا بهذا الركب في جميع المجالات. وشيء جميل أنه في مجال المواد الصيدلانية تكون أرضية رقمية جديدة. إذن مبروك للوزارة ومبروك لكل المتعاقدين مع هذه الوزارة. إذن نروح الآن للخبر الثاني. الخبر الثاني هو حول إحصائيات براءة الاختراع لسنة 2022. لمعلومات أكثر راح نتابعوها بعد الفاصل. في آخر المستجدات حول الإحصائيات المتعلقة ببراءات الاختراع للسنة الفارطة، اعتبرت سنة 2022 سنة قياسية في طلبات براءة الاختراع المودعة من طرف كيانات البحث، بحيث استقبلت هذه الأخيرة 310 طلب براءة اختراع، منها 255 من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، و55 طلب من المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. وجاءت جامعة المسيلة في مقدمة الجامعات الجزائرية الأكثر طلبا لبراءة الاختراع ب93 طلب، لتليها جامعة وادي سوف ب56 طلب، ثم حلت ثالثا جامعة بسكرة ب34 طلب. نعم. إذن براءة الاختراع أيضا هي من الأمور المهمة
في هذا الوقت، فكل الجامعات الجزائرية راهي تسعى باش توصل لأكبر عدد من طلب براءة الاختراع، وإن شاء الله هذا العام يعني وهذا الشيء أيضا يخلق منافسة وتنافس بين الجامعات، مما يحفز الطلاب والشباب يعني على الولوج لهذا الأمر. يعني الأمر نعم، وهو يعني يتعلق أيضا بمذكرات التخرج للدكاترة الجامعيين خاصة في الميدان العلمي. إذا إن شاء الله بالتوفيق لهذا العام، كما قلت إن شاء الله تكون طلبات براءة الاختراع أكثر وأكثر إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. الخبر الثالث، نروحوا للخبر الثالث والأخير لنهار اليوم، اللي هو متعلق بالملتقى الدولي لريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية. لتفاصيل أكثر نتابعوها بعد الفاصل. نظرا للاهتمام الفعال والمتزايد للشباب الجزائري في وقتنا الحالي عن كيفية إنشاء المشاريع، التطور في الأعمال والربح عن طريق التجارة الإلكترونية حديث الساعة، تنظم مؤسسة بيزنس كورنر يوم 28 جانفي في ولاية وهران الملتقى الدولي لريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية في طبعته 14، وهذا عن طريق الحضور الشخصي. ولمن يتعذر عليه الحضور يمكنه متابعة هذا الملتقى عبر تقنية الزوم في نفس الزمان والتاريخ. إذن هذا الملتقى جاء تحت شعار المهارات الشخصية للعمال وتأثيرها على مردودية المؤسسة. إذن فألف ألف مبروك لكل من سجل في هذا الملتقى ومن سوف يحضره، والأكيد العديد من المشاهدين سوف يسجلون في هذا الملتقى بداية من هذه اللحظة. يعني جميل جدا. هل ستسجل أم سجلت مروان لحضور هذا الملتقى؟ والله أنا سجلت يعني في البداية في الموقع الرسمي لهذا المؤسسة اللي راح تنظم، لكن تعذر علي ما نقدرش نحضر لأني راني معروض في مركز التسلية العلمية بالبوليدة للمجموعات الشبابية المركزة اللي تحدثت عليها في العدد السابق اللي راهي منظمتها المجلس الأعلى للشباب. جميل جدا مروان، يعني أعطيتنا حوصلة عن مختلف وملخص عن مختلف الأخبار والمستجدات في مجال المؤسسات الناشئة. أيضا لما حكيت وتكلمت عن التجارة الإلكترونية، يعني التجارة الإلكترونية نشوفها شيء دارج بقوة في عصرنا الحالي، وعلى هذا ماذا بينا نعرفوا آخر أخبارها وآخر مستجداتها من خلالك. أكيد في هذا الملتقى راح يتطرقوا إلى نقاط أو مستجدات حول هذا الموضوع. أكيد يعني هي من نقطة مهمة في هذا الملتقى التجارة الإلكترونية. نعم. وين حيكونوا شخصيات وأساتذة ودكاترة مختصين في هذا الأمر خاصة في المجال الإلكتروني، وين حيقدموا الأمور جديدة في هذا الأمر، وإن شاء الله يستفادوا جميع الحضور إن شاء الله. فقط مروان سؤال، هل يعني هناك شروط للتسجيل وحضور الملتقى؟ يعني هل هناك شروط معينة أم الباب والمجال مفتوح لجميع الشباب؟ هي بداية الباب كان مفتوح لجميع الشباب، لكن نظرا للعدد أو الكم الهائل من الطلبات فأصبح مختص في الطلبة الجامعيين والطلبة ذوي المستوى العالي، لأن هذه الأمور هي اللي تهمهم. نعم، يعني هناك شروط. نحن إن شاء الله نتمنى أنه يكون استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب لحضور هذا الملتقى. يعطيك الصحة مروان، نشوفوك في أعدادنا المقبلة بحول الله تعالى مع أخبار جديدة إن شاء الله. شكرا زميلتي، شكرا مشاهدينا، نلقاكم في العدد القادم مع أخبار جديدة. سلام.